اهو صورتي ريم وريم محمد علي، بس هي معكوسة بقى، مش عارفة اعدلها لكم ازاي. نقابة الصيادلة، نقابة الصيادلة، العلامة اهي بتاعت الصيدلة. دي انا اهي. نفس الضحكة اهي. بس كان شعري افتح من كده شوية. الفكرة ان هو انا من فترة عملت تيك توك لحاجة حصل، يعني موقف اتكرر في الحقيقة، اللي هو اما بروح اعمل اوديشن او حاجة يقولوا لي ازاي انتي دكتورة بطلعك كارنيه، اللي هو انا يعني مش مصدقين الموضوع ده. فعملت عليها تيك توك تريقة، ففعلا جالي كومنت وقال لي احنا متابعينك وبنحبك، بس طلعك كارنيه، انتي بتقولي انتي دكتورة بس انتي مستغلتيش البلاتفورم بتاع التيك توك بتاعك عشان تتكلمي في اي حاجة تخص الطب او الصيدلة او تعملي دعاية للشغل بتاعك او كده. هي الفكرة انا التيك توك بخرج فيه الطاقة بتاعت التمثيل بس، بختار مشاهد آه، وبتدرب فيها يعني، او انا مستغليها اكتر للحتة دي، الحتة بتاعت الموهبة دي. انما على اليوتيوب، القناة بتاع اليوتيوب بتاعتي بقى فيه الفيديوهات اللي هي الميديكال شوية، اللي هي ممكن يبقى فيها معلومات عن أدوية أو معلومات كده. وأول ما ابتديت الأكونت بتاع الفيسبوك خالص كنت بتكلم بقى في كل حاجة. اللي متابعني من زمان هيعرف ان انا فيديوهات الفيسبوك قبل ما اشتغل في موضوع الريلز بتاع الفيسبوك اللي بنزل عليها فيديوهات التيك توك برضه عشان التمثيل يعني مركزة فيه اليومين دول. كنت بتكلم في كل حاجة، في اقتصاد، في سياسة، في اجتماع، في اي قضايا. بس فانا يعني كل بلاتفورم عندي ليها الحتة بتاعتها. فالتيك توك انا ليه مش مستغليه في الطب، اللي هو الكارنيه الصيدلة اهو يا جماعة، عشان ده بتاع التمثيل بالنسبة لي يعني على قد ما اقدر. بس كده. وكده انتوا اتأكدتوا ولا ايه؟